زوار هبة بريس أوفياء، مرحبا بكم في مراسلة خاصة هنا من الملعب الجامعي الذي يحتضن الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة بنما. كما تشاهدون حضور جميع اللاعبين باستثناء بوريط الذي يتدرب بشكل انفرادي، وكذلك إدريسي الذي يضع العكازات. الجميع حاضر هنا والجميع واعون بأن المباراة لن تكون سهلة، وهذا ما صرحه المدرب وكذلك صرحه المسرار. نترككم مع تعليقات المدرب واللاعب المسرار. بالنسبه للاخطاء هي ضروريه في هذه المنافسات هادو. ما غاديش نقول لك حنا راه صلحنا الاخطاء، لان اصلا دخلنا وحنا عوالين ما غادي يكون حتى شي خطا. فما تعرفش ظروف المباراه. شفنا المباراه ان الجمهور ديال طاجكستان كان مؤثر، خلق واحد النوع من الحماس للاعبين ديال طاجكستان وارتباك في اللاعبين ديالنا خصوصا اللاعبين الجدد. لكن مباراه بنما كتبقى مباراه مصيريه وقويه، لان هما بالنسبه لهم الاقصاء وبالنسبه لنا التاهيل. فكنظن انكم غادي تنتظروا مقابله بنفس الحده بنفس القوه، وغادي نشوفوا فين وصلنا حنا في التجربه ديالنا باش ان شاء الله ناخذوا نقاط المباراه ونتاهلوا للدور الثاني باذن الله. بالنسبه للانتظارات حنا دابا غاديين بشويه، ما تنفكروا في حتى شي حاجه من غير مباراه بمباراه. ما تنفكر لا في الرتبه الاولى ولا في التاهيل ولا في شيء. لانه كان فرحان بانه غيشارك في كاس العالم ولاعب باقي الشعب. خصو يسمع غير التعليقات والتشجيعات الايجابيه باش يحفزوا الاخرين. حقيقه ما بقاش عندنا الحق نغيروا ولا شي حاجه، ولكن ما يمكنش ندخلوا في الاقدار ديال الله. شكرا. المباراه ديال غدا ان شاء الله هي المفتاح ديال اننا ندوزو للدور الثاني ان شاء الله باذن الله. والاستعدادات راه هي غدا، كيف ما قلنا ان شاء الله غنحاولوا نحسنوا الاداء ونمشيو دقه بدقه. غد المباراه ديال غدا مهمه بزاف باش نحسموا التاهل للدور الثاني ان شاء الله، ونبداو ديك الساعه نفكروا واش ندوزو الاولين ولا الثانيين والدور الثاني ان شاء الله باذن الله. وفريق ديال بنما ما شفناش بزاف، بحكم انه لعب المنتخب البرتغالي، والمنتخب البرتغالي هو اللي ساير المباراه. يعني يقدروا يفاجئونا حتى غدا غيلعبوا هما مباراه نهائيه الكل. وحنا ان شاء الله حنا عازمين اننا باش نحققوا النقاط الثلاث وندوزوا للدور الثاني ان شاء الله باذن الله.